السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده وانتم تشوفوا هذا الفيديو. قبل ما نبداو خياتي وحباباتي نصلوا ونسلموا على رسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. صحه رمضانكم خياتي، تصوموا بصحه ولهنا، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله يلقاكم رمضان كل عام ملمومين ومجمولين انتم والاهل تاعكم. الطبق تاع اليوم الحباب هو طبق المثوم الجزائري العاصمي التقليدي بزاف بنين، يعني محبوب العائلات الجزائرية كامل يحبوه، ما كاش اللي ما يحبش المثوم. طبق تقليدي على قانيه على حقه وطريقه. درته لكم بطريقتي وطريقه تقليديه، يعني هذه الطريقه اللي تعلمناها من الامهات تاعنا. جاب بزاف رائع خياتي، نتمنى تجربوه وتفرحوا به العائله تاعكم على خاطرش جا في القمه. نروحوا على بركه الله، نبداو نحضروا الطبق تاعنا. وما قبل ما نبداو نحضروه ما تنسوش خياتي دوك تخلوا لي جام وتخلوا لي تعليق شباب ومحفز منكم، ونروحوا على بركه الله نبداو نحضروه. هنايا حطيت الكوكوطه تاعي في فوق النار، خليتها سخنت شويه وزدت لها مغرفه كبيره تاع سمن. تعرفوا بالاطباق التقليديه كامل نحبوا نطيبوهم بالسمن. هنا زدت زوج مغارف صغار كبار عفوا تاع الزيت، ونخلي هذاك الزيت يسخن لي مليح، ونضيف الاطراف تاع اللحم تاعنا. هنايا انا حندير كميه صغيره وانتم على حسب افراد العائله تاعكم ديروا. وثاني تخياتي هنايا اللي ما حبتش ديروا باللحم تقدر ديروا بالدجاج، يعني ثاني تيجيها بزاف هايل. نخلي هذاك اللحم يتقلى لي في هذيك الزيت والسمن. ومن بعد هنايا جبت حبه متوسطه تاع البصل وزوج فصات ثوم. راكم تشوفوا البصل انا ما نحبش نسكرفجو باش ما يطلقليش هذاك الماء تاعو، قطعته قطع صغيره هكذا. مع هذيك الثوم سكرفشتها. زوج فصات ما نزيدش البنات. كاين هنايا البنات اللي يديروا غير الثوم، يعني كل واحد كيفاش يديروا. انا ما نحبش هذيك الثوم، هذيك الريحه تاع الثوم تجي بزاف قاطعه في المثوم تاعي. نفضل ندير البصل كي ندوز لاصوص تاعي. هنا نبدا نضيف لي زيبيس. درت هنا عود صغير تاع القرفه وشويه فلفل كحل وشويه ثاني تاع الملح. نخليهم يتقلاو كامل وش يدوا هذيك البنه تاع لي زيبيس اللي درنا. كيما راكم تلاحظوا لازم نقلو مليح خياتي. هنا البصل ما قبل ما تبداو تضيفوا لي زيبيس لازم يكون البصل ذبال لكم مليح. وبعد في هذه المرحله ضفت كميه تاع الحميصه. هنايا اللي الحميصه تاعها نطيبتها ديرها مع الاخر. انا الحميصه تاعي ماشي طيبه فضلت نديرها دوكا في هذه المرحله. نزيد نقليهم غير شويه ومن بعد نبدا نمرق المرقه تاعي. انا يا البنات دائما قبل ما نبدا ندوزن دائما كسرونه تاع الماء تاع الماء نديرها تسخن، يعني من الاحسن دائما الحاجات اللي فيهم ملح مسوطو تمرقوهم بالماء سخون. نغلق على الكوكوطه تاعي ونخليها تطيب ونروح نحضروا لي الكريات تاع المثوم. جبت هنايا كميه تاع اللحم المفروم، دائما نقول لكم على حسب افراد العائله. انا العائله صغيره درت كميه صغيره. جبت هنايا ربعه ولا 5 فصوص ثوم يكونوا متوسطين في الحجم، ماشي صغار وماشي كبار بزاف. سكرفشتهم ضفتهم على هذاك اللحم. ونجيب هنايا مغرفه كبيره صغيره عفوا تاع لا شابلو. راكم تشوفوا المغرفه اللي راني نعمر بها هذيك المغرفه تاع قهوه حليب اللي تكون كبيره شويه. درت هنايا كميه تاع لا شابلور. وهنايا كما قلت لكم الا درتوا كميه كبيره زيدوا شويه لا شابلور. هنايا زدت كميه تاع الكمون، كميه معتبره تاع الكمون خاطرش ما درتش في لاصوص كما لاحظتوا. نزيد هنايا على راس المغرفه تاع القرفه ونص مغرفه صغيره تاع فلفل كحل وشويه تاع الملح. هنا البنات الملح دائما ديروا حسابكم باش ما يغلبكمش. تعرفوا في رمضان ما نقدروش نذوقوا، يعني ما تكثروش باش ما تجيكمش الماكله ما تنتكلش. زدت هنايا مغرفه كبيره تاع الزبده. هنايا الزبده هذه تعطي لها طراوه هايله للمثوم تاعنا. وهنايا نبدا نضيف
بياض البيض على حسب ثاني الكميه تاع اللحم اللي عندكم ديروا بياض البيض. انا كميه صغيره درت كميه صغيره تاع بياض البيض. هنايا بديت نجمعها، هذو المكونات بديت نجمعهم غير بالمغرف، ومن بعد شفتها باللي ما ساعدتنيش استعملت يدي. هنا في هذه المرحله خدموا هذا اللحم مليح البنات، على خاطرش باش يدخلوا هذوك لي زيبيس كامل وهذوك المكونات كامل مع بعضهم في هذاك اللحم. نتحصل على هذه النتيجه. راكم تشوفوا اللحم اخذ كامل هذوك البنه تاع المكونات اللي درناهم، ومن بعد نبدا نكور هذاك اللحم تاعنا. هنايا الكمل الكوره كيما حبيتو ديروها، اللي يحب يديرها كبيره كي اللي يحب يديرها صغيره. انا درتها متوسطه ماشي كبيره وماشي صغيره. المثوم خياتي طبق تقليدي جزائري عاصمي، يعني معروف في المناطق الوسطى كامل يديروه. ثاني دوكا ثاني حتى في الشرق والغرب الجنوب كامل ولاو راهم يديروه بزاف بنين. ويعني الا درتوه للضيوف تاعكم يحمر لكم وجاكم، على خطش طابق على قانح. بعد ما كملت كورت كامل هذوك الفيونداشي تاعنا. هنايا بعد ما كانت المرقه تاعي طابت لي، يعني كلش طاب، الحميصه طابت، اللحم تاعي طاب، والمرقه يعني مازال شويه برك ما خثرتش. قيس ما يطيب لي هذاك اللحم اللي حنديرو هذو الكريات تاع اللحم، المرقه تكون واجده. نخليها تعقد لي شويه ونخلي هذوك الكريات تاع اللحم يطيبوا لي، ونشوفوه مع بعض البنات في صحن التقديم. هذا هو الطبق تاعنا بعد ما طاب لي. هنايا الاضافات والتزيين لازم كي تروحي تقدميه ديري حبيبات هكذا تاع اللوز من فوق، اللي كنت شديت زبده هكذا شويه في المقله وقليتهم غير في المقله، نزين بهم الطبق تاعي مع رشه تاع المعدنوس، ويكون طبق تاعنا البنين بزاف راه واجد تقدميه وتفرحي به العائله تاعك. انا هذه هي طريقتي في تحضير المثوم. راكم تشوفوا المرقه جات بيضه وجات خاثره الله، يعني جا بزاف بنين. صدقوني البنات جربوه بهذه الطريقه اللي نديروا بها هنايا وتشوفوا النتيجه اللي تتحصلوا عليها، راح يعجب كامل ضيافكم والعائله تاعكم. نتمنى خياتي الوصفه تاع اليوم تعجبكم وتسيوها، وان شاء الله تجيب بنينه من يديكم، وان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. كما قلت لكم خلوا لي البنات تعليق وخلوا لي جيم ودعموا هذه القناه باش تطلع، على خاطر ديما كما نقول لكم هذه القناه تطلع بكم وتهبط بكم. صح فطوركم خياتي، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله تصوموا بالصحه ولهنا انتم والعائله تاعكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحد اخرين باذن الله. دمتم في رعايه الله حفظه وبقوا على خير.